المحادثة والتعبير الكتابي. يوم لا أنساه. الذكريات حوادث ومواقف تحصل للإنسان في حياته، فتخزنها ذاكرته وتبقى عالقة بخاطره طوال حياته. الذكريات إما محزنة وإما مفرحة، فلا أنسى يوم صحبني أبي إلى المدرسة لأكون من تلاميذ الصف الأول. تركني بجوار المعلم وفارقني، فشعرت بالحزن وأردت أن أبكي، لولا أن المعلم هدأني بلطف، فشعرت كأنه أبي والتلاميذ إخوتي. تبدد حزني عندما سار بنا المعلم إلى مكان الاصطفاف، وأوعز إلينا المدير بالذهاب إلى الصفوف سائرين 2-2. دخلنا الصف وجلسنا بهدوء، ثم بدأ الدرس. إنه يوم لا أنساه، كنت أتمناه لأتعلم القراءة والكتابة مثل أخي وأختي الكبيرين. الذكريات حوادث ومواقف تحصل للإنسان في حياته، فتخزنها ذاكرته وتبقى عالقة بخاطره طوال حياته. الذكريات إما محزنة وإما مفرحة، فلا أنسى يوم صحبني أبي إلى المدرسة لأكون من تلاميذ الصف الأول. تركني بجوار المعلم وفارقني، فشعرت بالحزن وأردت أن أبكي، لولا أن المعلم هدأني بلطف، فشعرت كأنه أبي والتلاميذ إخوتي. تبدد حزني عندما سار بنا المعلم إلى مكان الاصطفاف، وأوعز إلينا المدير بالذهاب إلى الصفوف سائرين 2-2. دخلنا الصف وجلسنا بهدوء، ثم بدأ الدرس. إنه يوم لا أنساه، كنت أتمناه لأتعلم القراءة والكتابة مثل أخي وأختي الكبيرين. الذكريات حوادث ومواقف تحصل للإنسان في حياته، فتخزنها ذاكرته وتبقى عالقة بخاطره طوال حياته. الذكريات إما محزنة وإما مفرحة، فلا أنسى يوم صحبني أبي إلى المدرسة لأكون من تلاميذ الصف الأول.
تركني بجوار المعلم وفارقني، فشعرت بالحزن وأردت أن أبكي، لولا أن المعلم هدأني بلطف، فشعرت كأنه أبي والتلاميذ إخوتي. تبدد حزني عندما سار بنا المعلم إلى مكان الاصطفاف، وأوعز إلينا المدير بالذهاب إلى الصفوف سائرين 2-2. دخلنا الصف وجلسنا بهدوء، ثم بدأ الدرس. إنه يوم لا أنساه، كنت أتمناه لأتعلم القراءة والكتابة مثل أخي وأختي الكبيرين.